أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأحباب في رحاب هذه الحلقة في قناة سلام الإعلامية المباركة، وهي الحلقة رقم 93. وآمل سيداتي سادتي أن يكون عيدكم الذي نعيش أيامه على الرغم من انتهاء أيام التشريق، ولكن فسحة العيد هي منداحة أمامنا. وتم تسجيل هذه الحلقة في بداية العيد، يعني اليوم الأول للعيد، ولذلك تحمل هذه الحلقة عطر العيد. وأنا سعيد مشاهدينا الكرام عبر هذه القناة المباركة أن نطل إليكم هذه الإطلالة التي نأمل أن تكون إطلالة خير ومحبة، وفي نفس الوقت برضو ما يقوينا إسلاما وعروبة وتمسكا بالدين الحنيف. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أن
وإنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اهدنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن، احفظنا بين أيدينا وشمائلنا بالقرآن، احفظنا داخل البيت وخارج البيت بالقرآن الكريم، وحبب إلينا أهل القرآن وملة القرآن يا رب العالمين. أيها الأحباب في كل مكان، في برنامج مع اللغة العربية نتشرف أن نتحدث عن العيد، وهذه الآيات المباركات التي تلوناها من سورة البقرة وفي سورة المائدة طبعا، وهناك سورة الحج يعني التي تتحدث عن الحج. و يعني نحن أولا والله نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وإن نعمة الإسلام لا يعرف قيمتها إلا من يتأمل حياة غير المسلمين. والعالم سبحان الله لحكمة يعني وقليل من عبادي الشكور، كما قال الله سبحانه وتعالى وقليل هم المؤمنون أصلا. ولذلك العدد الأكبر من سكان الأرض 6 مليار، يعني مليار واحد يمكن المسلم، البقية وكلهم في ملة الكفر، ونسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. ولذلك تتبدى لك مظاهر الإسلام وعظمة الإسلام عندما ترى الغالبية العظمى وهم يمارسون شعائر وتعاليم يعني هي خارج، ورغم إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الفطرة ودين الحنفية، يعني الحنيفية الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله يعني. ولذلك نحس بقيمة الإسلام وعظمة الإسلام، وتأتي مثل هذه المناسبات والنفحات الإيمانية والأعياد التي أبدل الله عباده المؤمنين بعيدين كبيرين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك العيد الأكبر، لكي برضو الناس يتأملوا ما في هذا العيد وما في هذا الدين من فسحة أصلا يعني. وحقيقة أنا اليوم وأنا في هذا العيد صليت في مسجد خالد بن الوليد في مدينة ميلبورن، وهذا المسجد كما حسب المعلومة الموجودة هو تابع للجالية السورية. وهذا المسجد أنا أذهب إليه لعدة أسباب. أولا اسمه خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ذلك المجاهد الإسلامي الذي يعني أعز الله به الإسلام، وهو الذي برضو يعني عنده تاريخ غير مشرف في الإسلام، ولكنه خالد الذي خلد اسمه، وعندما دخل في الإسلام أبلى بلاء حسنا، وكان يعني جيشا لوحده، ولا تذكر المعارك التي والغزوات التي شارك فيها، وإلا تذكر انتصارات المسلمين، ولكنه لم ينل حظ الشهادة كما قال رضي الله عنه فيما معنى الحديث الذي روي عنه يعني قبل موته، يقول: ما من موقع في جسمي فيما معنى الحديث وإلا فيه طعنة رمح أو ضربة سيف، يعني جسمه كله سبحان الله يعني. قالوا: ها أنا أموت على الفراش كما يموت البعير. حاشاه طبعا، ولكنه كان يرغب أن يكون شهيدا، والله سبحانه وتعالى برغبته إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فخالد بن الوليد يعلم الله في أي عليين هو، لأنه نصر دين الحق ونصر الإسلام. ولذلك أعود إلى المسجد على الرغم من أنه لم ينل الشهادة، ولكنه
نال شرف الجهاد في سبيل الله ونصرة دينه الحنيف، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن كل الصحابة والأبطال الذين يعني نصروا الإسلام. إن المتأمل للتاريخ الإسلامي عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة، ومثل هذه النفحات عندما تأتي إلينا، أنا في تقديري ينبغي، أنا سأعود إلى مسجد خالد، لماذا أصلي فيه يعني؟ في مثل هذه الروحانيات والإيمانيات ينبغي أن نتذكر أولئك الذين سلمونا هذا الدين الحنيف، أو خلقنا في مجتمع مسلم، ولولا تلك المجاهدات والصبر والمثابرة والجهاد والرغبة في نصرة الإسلام والتضحية بالغوالي والنفيس والتضحية بالمستقبل والتضحية في معايير الدنيا يعني، والذين يعني اقتحموا المهول وصبروا على كل المؤامرات التي أحيكت ضدهم كمجموعة صغيرة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس يعني. هؤلاء الضعفاء الذين قواهم الله بإيمانهم، عندما تأتي إلينا هذه المناسبات ينبغي أن نتذكر أولئك الذين نصروا دين الحق وانتصروا من بعد ما ظلموا. ولذلك أعود إلى المسجد، فأولا لأنه اسم خالد بن الوليد ذلك الصحابي الجليل، ثم ثانيا هذا الاسم، هذا المسجد يربطني بتاريخي في مدينة أسمرة، حيث سكنت بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، ولذلك برضو ذكريات تتوارد وتبدو على العيان وأنا أتوجه إلى مسجد خالد بن الوليد في مدينة ميلبورن، فدوما أصلي هناك، على الرغم أنه في مراكز ومساجد يعني تجمعات الإرثريين فيها أكثر، لكنني أميل إلى هذا للسببين الذي ذكرته. أولا يعني والله وأنا أقول بصدق يعني لأستشعر عظمة ذلك المؤمن المجاهد الذي نصر الإسلام وكان يعني لوحده يعني شوكة وحصنا إسلاميا قويا يعني. والسبب الآخر هو لكي أربط روحي بالأيام والذكريات التي قضيتها في أسمرة، وتحديدا في مسجد خالد بن الوليد. اليوم صلينا هناك والحمد لله، وكان العيد يوم الأربعاء كما احتفل كل المسلمين. وعيد الأضحى المبارك يؤكد وحدة الأمة الإسلامية. طبعا اختلاف المطالع والمشارق، يعني الناس في عيد الفطر المبارك وحدين يعيدوا وحدين صايمين أو العكس يعني. ولذلك عودة أو اعتمادا على الحديث النبوي الشريف: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فكل صحيح يعني، وكل بما اقتنع به، ولا نقول هذا صح وهذا خطأ، وهو من صميم الإسلام يعني أن تصوم لرؤيته وتفطر الرؤية أو تكمل عدة شعبان إذا هنا، وإذا كانت في فتوى من الديار التي تغيم بها يمكن أن تفطر يعني. ولذلك يعني الواحد يتمنى أن تتوحد راية الإسلام ويتوحد المسلمون، لكن في الحج كل في عيد واحد، وحيث الناس يقفون موقفا واحدا في عرفات، وكل المشاعر المقدسة من لبس الإحرام ودخول المواقيت، والناس على قلب رجل واحد وبتوجه واحد وعلى ملة واحدة. ولذلك عندما يتجلى الله سبحانه وتعالى ويكون أقرب لعباده في يوم عرفات، ويشهد الله ملائكته وحملة عرشه، ويقول في الحديث النبوي المعروف: أتوني عبادي شعثا غبرا يرجون رحمته ويخافون عذابه، طبعا ويستغفرون
ويباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته فيقول انظروا إلى عبادي، فيؤكد يعني حكم الغفران لهذه الجموع. والله ليس هنالك شرفا أسمى في هذه الدنيا أن تقف ذلك الموقف وتكون من المغفورين، يعني ما قدمت طبعا، وتكون برضو مضمونا للغفران إذا عدت ولم ترتكب. أنت تعود كما ولدتك أمك يعني. وإذا التزمت وتكون برضو أنت المسألة في يدك، طبعا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن مغفور لك ما تقدم وما تأخر إذا استمسكت بالعروة الوثقى والتزمت منهج الإسلام، أفعل ولا تفعل، فأنت برضو ستضمن، يعني ستضمن أنه برضو يمكن أن تمسك بغفرانك ذاك. شهادة، هي شهادة أكبر الشهادات في هذه الدنيا. ولذلك، ولكن النفس طبعا هي أمارة بالسوء، يعني تتقلب الإنسان، والفتن والابتلاءات كثيرة طبعا حتى بعد ما ترجع من الحج. ولكن تلك شهادة يعني يؤكدها الله سبحانه وتعالى أن غفر لعباده كل هؤلاء، كل أولئك. وتلك شهادة أو تلك عظمة ما بعدها عظمة. ولذلك وعشان كده نقول العيد الأكبر، عيد الأضحى المبارك، تتوحد فيه كل الرؤى بزي واحد، وفي صعيد واحد، وفي يعني لهجة واحدة، وفي طلب واحد، كل يطلب الغفران ليس إلا اللهم إنا نسألك الغفران والتوبة، ويسألون الله الجنة. هي الغاية الوحيدة. ما في هناك واحد بيمشي يقول يا رب ادينا عمارة، ولا اديني هنا وخلينا أنا أبقى وزير ولا بتاع. الدنيا دي كلها تنتهي، وبعدين نحن سنأتي كيف تتبدى تلك المعاني. يعني عندما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يؤكد الوحدانية، ويؤكد أنه استجاب دعوة أبينا إبراهيم، واستجاب لنداء الله سبحانه وتعالى، واستجاب لركن من أركان الإسلام الحج. ولذلك يقول له لبيك اللهم لبيك. بالله تخيل ربنا يعني الليلة إذا ما طلبك وزير ما في هذه الدنيا، الوزير الذي يمكن أن يكون اليوم وزيرا، وفي لحظات، في لحظات يمكن أن يصدر قرار من شخص لا يتوقعه الوزير بنفسه، يعني في لحظات يصبح الوزير غفير، يعني يمكن أن يبدل الله من حال إلى حال هذا الوزير الذي له سكرتير وسكرتير وسكرتير بالمفاهيم الموجودة يعني، ويكون له سيارات، ويكون له حرس، ويكون له مكافآت، ويكون له علاوات ونسريات وما إلى ذلك. تدخل مكتب الوزير تلاقي فيه 4 5 6 هواتف ومفتوح عليه الدنيا. هذا الوزير الذي الجماعة هو داخل صباح الخير، ما يعني الحركات اللي بيعملوها للوزراء وغيرهم، هذا الوزير الذي يعني تم تعيينه من قبل شخص، يعني ربما هو ولم يكن، ما فيش حد يولد وزير يعني، لكن شاءت الأقدار وتقلبت الأيام وأصبح وزير. هذا الوزير في لحظة من اللحظات ممكن الرجل الرئيس يقول ولا أي واحد أو مجموعة عملت انقلاب في المجموعة، وهذا الوزير ده في لحظات يمكن أن يتغير حاله ويصبح لا حول له ولا قوة. هذا الوزير الذي لا حول له ولا قوة إذا ما دعاك قال لك يا فلان أنا الوزير الفلاني عايزك في المكتب، تخيل عزيزي المشاهد ما هي الاستعدادات وما هو الشعور الذي تشعر به أنك ذاهب إلى وزير قبل أن تذهب إليه وأنت داخل مكتبه يمكن أن يصدر القرار ويصدر الأمر ويصبح الوزير خبر كان يعني. لكنك تفرح لأنك أنت ماشي تقابل الوزير، ويستقبلك واحد برا كده ويقول لك فلان فلان أيوة تفضل معالي الوزير في انتظارك يعني. والوزير يدخل وأنت تدخل عليه، وهو الوزير يمكن ما يقوم من مقعد ذاته ولا هنا ويسلم عليك كده بتاع، لكنك تكون مبسوط لأنك أنت دخلت إلى وزير، إما لقضاء حاجة يعني في غرض أنت داير يقضيه لك الوزير، أو برضو داير تقدم شكوى
أو دار تجلس معه جلسة بس، دار تحتسي معه كوب شاي. وغالبا الوزراء لا تطرق أبوابهم إلا لأمر ما من الأمور. هذا الوزير الذي يمكن أن تتغير حاله في أي لحظة، نفس الشيء الرئيس، نفس الشيء أي سفير، قنص، أي حاجة من علية القوم يعني. هذا الرجل الذي يدعوك وأنت يعني قلت له لبيك بمفاهيم الدنيا دي، نعم مع الوزير جايك وكذا بتاع، فتتأهب وتتزين بأجمل ما عندك. يعني ما في زول يمشي يقابل له وزير لابس يعني حاجة أجمل ما لديك تلبسه، وتذهب وتظبط حالك وتعمل ألف حساب، يعني تنظر إلى وجهك وشكلك كيف وكذا بتاع، لمجرد أن تلاقي عبدا مثلك، يعني لا حول ولا قوة، وكلكم عند الله عباد. فما بالك عزيزي المشاهد عندما يدعوك الله سبحانه وتعالى وقلت له لبيك، لبيك اللهم لبيك، وتجردت من كل شيء، من كل شيء، أنت الوزير والرئيس والغفير وكل الخلق سواء. الله سبحانه وتعالى لم يقل لملائكته الكرام أنني غفرت أولا للوزراء وللسفراء ثم والرؤساء وكذا بتاع، أولئك ذاته في مقاييس الدنيا الواحد يشكر الله سبحانه وتعالى. يعني إنك أنت إذا لم تكن وزيرا ولم تكن رئيسا ولم تكن سفيرا ولم تكن، أحمد ربك، لأنك من الصعب جدا أن تكون قدر المسؤولية في هذه الدنيا الفاتنة التي فتنت من قبلنا، يعني أناس وأناس. ولذلك تأتيه فقلت له لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أنت أكدت الوحدانية، هذا الله سبحانه وتعالى لا شريك له، فأتيته بهذا الاعتراف. أولا أنت دعوتني يا رب وأنا لبيت دعوتك، وكل من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الأرض الله الأرض ومن عليها، الذين لبوا النداء الأول سيأتون إليه. ولكن يا حبذا لو أتيت إليه بالحلال وبرضو التزمت الأشياء التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم. عموما أنت قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. قسما بالله العظيم الواحد لو تأمل هذا الكلام وخدت مقارنات، أنت دائما إذا ما عملت مقارنات في هذه الدنيا وما لن تعرف قيمة الإسلام، ولن تستشعر عظمة التوجهات الدينية والأحكام و... والشرائع. فأنت قلت لبيك اللهم لبيك، هذه عبارة يعني تؤكد ضعفك أيها الإنسان وتؤكد عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني الملايين، هؤلاء الملايين كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، فعلا أنت تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وأنت واقف. طبعا أنت مشحون بإيمانيات، لكن في ذلك الوقوف بعرفات وتستشعر كل عظمة الإسلام، لو كان قلبك من حجر في تلك اللحظات أنت تستشعر ضعفك وتقول لبيك اللهم لبيك. وأنت قلت طبعا مما دخلت في مناسك الحج، فقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وحتى يعني هذه العبارات جاية ووقع طبعا، حتى وقع في المعاني، وقع في النفس، قوية جدا. يعني لو تخيل لو استبدلت لبيك يعني بأي كلمة، يعني هل تؤدي المعنى؟ لا تؤدي ذات المعنى. ولذلك نحن نقول في برنامج اللغة العربية مع اللغة العربية، في اللغة العربية ليس هنالك مترادفات، كل كلمة تعني دلالة معينة. لبيك هذه لا تعني إلا لبيك، لبيك اللهم لبيك. ولبيك أنا كنت بنتبه لها كثير، الجيل الذي نشأ في أسمرة، أي واحد يقول له يا فلان يقول لك لبيك، والله كان يقول له لبيك، يقول يعني كل أهلنا الجبرتة والتجري الموجودين في المرتفعات إذا قلت يا فلان يقول لك لبيك، دليل على أنه هؤلاء الناس كانوا يتعاملون باللغة في بعدها الحقيقي. فأنت لما تقول لله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة،
إن الحمد الذي تعيش فيه والحمد الذي يعني لا يمكن أن تحمد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد كما يقول اللغويون، الحمد هو فقط لله سبحانه وتعالى. كل من أسدى إليك معروفا ما تقول له أنا أحمدك، بتقول له شكرا يعني. لكن عبارة الحمد لا تعني الشكر ولا تعني المعاني القريبة من تلك الدلالات، لكن الحمد يختص به الله سبحانه وتعالى. مهما أسدى لك إنسانا لا تحمده ولكنك تشكره على صنيعه. فأنت تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كم عبارة هذه لبيك دي؟ ما تفوت 7 8 عبارات، لكنها تجسد قيمة الإسلام وتجسد عظمة المولى سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض وخالق هذا الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات الكونية الكثيرة الموجودة هذه تؤكد في تلك اللحظات، تقول له لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، وليس هنالك نعمة كبرى مثل نعمة الإسلام. إن الحمد والنعمة لك والملك، ملك، ملك هذا الكون. يعني من الذي يملك هذا الكون؟ والله سبحانه وتعالى طبعا. إن الحمد والنعمة لك والملك. ما هي الدنيا دي فيها إيش؟ فيها نعمة وفيها ملك أيضا. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يعني برضو الحكم ملك والنعمة ملك والصحة ملك وهكذا يعني. لكن النعمة الكبرى هي نعمة الإسلام. إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك ملك هذا الكون كله. مهما تغطرس المتغطرسون والجبابرة أين مهما كانت قوتهم، يعني أنت في ذلك المشهد الرهيب تصغر الدنيا أمامك وتراها أحقر من أي شيء. لكن الدنيا برضو لا نصفها بالاحتقار عفوا، لأنها هي مطية إلى الآخرة. لو لم تكن الدنيا ما في هناك آخرة. نحن نمشي الآخرة إزاي يعني؟ نمشي الجنة كيف؟ ما هو عبر جواز المرور بهذه الدنيا. ولذلك ولكن الدنيا بالمفاتن اللي فيها والبلاوي وما إلى ذلك تستصغرها، وبكل الرغبات التي فيها. الناس يتلهفون في هذه الدنيا لكي يجمعوا ويملكوا ويعملوا كل شيء. كل ذلك يصغر عندك مهما أنت الوزير والغفير والرئيس والإنسان العادي، كل الأمم سواء، وتقول له لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه عبارات قوية، ويعني حتى اختارها، يعني عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنته، وهذه الكلمات القوية التي قالها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك تخيل كل الناس يلتزمون بهذه العبارات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني تدبر معاني هذه الكلمات عزيزي المشاهد، وسنعود إليكم بعد فاصل قصير في هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. ونحن عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة رقم 93 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. ودعونا نقرأ شيئا من القرآن الكريم متعلقة بآيات الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا
البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وسلمنا بالقرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، متابعي هذه القناة المباركة، أنا أقول لكم بكل صراحة في هذا اليوم هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات إن شاء الله. إذا ما أردتم الفلاح في هذه الدنيا، أردتم الفلاح في أي مجال كنتم تعملون، في الإعلام، في السياسة، في الاقتصاد، في القانون، في التجارة، في كل شيء في هذه الدنيا، تمسكوا بهذا القرآن الحنيف القرآن الكريم. إن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والله سيغنيك عن كل شيء. أنا كرجل إعلامي ما وجدته في هذا القرآن الكريم من نفحات إيمانية ومن نظريات إعلامية، حقيقة أنا أقول يعني حتى لم أجده في النظريات الإعلامية الكثيرة، لأن هذا القرآن الكريم وهذا الدين الحنيف يعطيك. حتى أنا أتكلم في إطار الإعلام اليوم، يعني إذا كنت رجل إعلامي لا تقرأ القرآن ولا تتدبر معانيه، أعلم تماما أنك لست إعلاميا. أنا أقول بكل صراحة
ممكن يكون عندك شهادة دكتوراه، ممكن يكون عندك ماجستير، ممكن يكون عندك أي حاجة، ويكون عندك خبرة في الإعلام، لكن لو لم لك إذا لم تكن لك علاقة مباشرة بهذا القرآن فلست إعلاميا. وأنا أقولها بكل ثقة. لا أقول ذلك لأني لا أمتلك شهادات إعلامية، أنا الحمد لله أحمل شهادات علمية في الإعلام، لكن أقول بكل صراحة إن هذا الإعلام، إن هذا القرآن الكريم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي. شوف حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي أميا ويستمر في أميته كما ذكرت في الحلقة السابقة. يتوفى الله سبحانه وتعالى وهو لا يزال أميا. هو كان أكبر المنظرين لعمل الإعلام، يعني أستاذ الإعلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سأشير إشارة واحدة عابرة. يعني لو أردت أن أتحدث فيما هو موجود في هذا القرآن الكريم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين إعلاميا بس عشان نتحدث فيه يمكن ما يكفينا حلقات. أنا أود أن أتحدث على يعني حصافة ورؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم وحكمته ومعرفته بفنون العمل الإعلامي. نعلم جميعا أن في الإسلام أذان، هذا الأذان العادل والأذان هو أنا في تقديري هو المدرسة الإعلامية الكبرى للإسلام. بمعنى يعني وأشك أنه نظريات الإعلام كلها مأخوذة من من قيم الإسلام وتعاليمه. صحيح هناك الإعلام الإسلامي، وهذه بحد ذاتها أنا شوية يعني مع أنه درسنا الإعلام الإسلامي والإعلام غير الإسلامي، يعني الإعلام المعاصر الإسلام الإعلام العلماني هذا. لكن أقول إنه حتى الإعلام ونظرياته المرتكزة على علم النفس وعلم الاجتماع وما إلى ذلك هو مأخوذ من الدين الإسلامي الأساس. يعني ننظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ورؤيته الإعلامية الكبرى، هذا الأذان الذي يأتينا كل يوم. والأذان طبعا بالنسبة للإسلام، بالنسبة للمسلم، هو الإعلام الذي يتكرر في اليوم 5 مرات. بمعنى الناس يقفون في نشرات الأخبار، أنا أنظر إلى الأذان الذي يأتي هو بمثابة ليس يعني هو إعلام، هو يعني بمثابة النشر في وسائل الإعلام. تقول للمسلم أيها المسلم قم وصلي لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك هذا الإعلان اليومي الذي يأتي 5 مرات هو بمثابة إعلام مباشر بالنسبة للمسلمين، يقول لهم وإذا تتبعنا في الآذان يعني المفردات فيه كل الوحدانية والألوهية وتأكيد، ويمكن من الأيام نجي نتحدث عنه يعني وحده وحده، ونقف كما سنقف اليوم في التكبيرات والتهليلات التي تصاحب العيد. لكن أنا أود أن أشير عفوا إشارة إلى عمق الرؤية لدى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال بن رباح الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وعلى كل الصحابة والتابعين لم يكن هو المؤذن الأول. لما شرع الأذان فأذن صحابي جليل آخر أنا لا أستحضر اسمه الآن. وعندما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد تلينا نظرية في الإعلام. فطلب من الصحابي الجليل الذي أذن لأول مرة فقال له فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم علم الأذان بلال بن رباح. فيما معنى الحديث فهو أندى منك صوتا. بلال الحبشي، بلال الذي أصله غير عربي، ولكن اعتمادا على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست العربية لأحدكم، ليست العربية لأب ولا أم فيما معنى الحديث، ولكن العربية لسان، وكل من تحدث العربية فهو عربي. سيدنا بلال نعتبره أول ما دخل في الإسلام ونطق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في كنف الإسلام فهو عربي، لكنه قبل أن يكون عربيا هو مسلم، لكن طالما دخل في الإسلام فهو عربي. ولذلك لكن جذور بلال يعني زول ما عربي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يؤسس لنا لنظرية إعلامية قال لذلك الصحابي العربي القرشي علم بلال
الأذان فهو أندى منك صوتا. فكان أول وزير للإعلام في دولة الإسلام الأولى سيدنا بلال بن رباح، وأنا أسميه أول وزير يعني. ولأنه يعني القرارات التي كان يصدرها سيدنا بلال بن رباح يوميا وفي وجود المصطفى سيد الخلق وأعلم علمائه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كان بأمر من عندي سيدنا بلال هو أول وزير في الدولة الإسلامية، وزير الإعلام، لأنه يكفيه شرفا أنه كان يؤذن الخمس صلوات، وليس هنالك أكبر من الأذان إعلاميا يعلم الناس ويقول لهم دقت شارات الوقت، فهيا اتركوا بضاعتكم، اتركوا تجارتكم، هيا إلى الفلاح، رحنا بها يا بلال، كما ورد في الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك فسيدنا بلال بن رباح تعلم الأذان فأذن، وقصته في الأذان وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من المدينة، ثم بعد في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه أعتقد طلب منه أن، فأبكى وبكى الناس وبكى هو وأبكى المدينة وأبكى كل حوله، ولم يكمل الأذان لأنه يعني تذكر الصحابة، تخيل أنت كنت تأذن والمصطفى صلى الله عليه وسلم قدامك يعني الليلة، يعني وزير، بس وزير، هذا الوزير الذي ممكن يأخذ أي واحد. أنا دائما أضرب بالأمثلة في الوزراء، دي هي الأبهات السفراء والوزراء والرؤساء الذين كانوا يعني أنت لو واحد يعني يعمل لك تاريخ يقول لك أنا كنت جالس فلان وفلان وكذا بتاع، وهو في النهاية بقى كأن لم يكن بالأمس يعني هذا الوزير وذلك الرئيس، والدنيا عبر لمن اعتبر. فسيدنا بلال بن رباح يؤذن وقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقدام عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام يعني أبو هريرة وسيدنا أنس، الصحابة رضوان الله عليهم الكبار العظماء ديل، وأبو ذر الغفاري بالله. شوف الإسلام ده يا عزيزي المشاهد، أنت إذا لم تستحضر شخصيات أولئك الرموز لن يكبر الإسلام في نظرك على فكرة. لا بد تخط كل هؤلاء. تخيل سيدنا بلال بن رباح يؤذن والمصطفى صلى الله عليه وسلم قاعد قدامه، وحتى بوجود ناس خالد بن الوليد و و و وطلحة بن عبيد الله العشرة المبشرين، والزبير بن العوام، وسيدنا عمر بن الخطاب، ومعه أمهات المؤمنين وكذا بتاع، وهو يؤذن. فلما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم من رفيق الأعلى امتنع، يعني قال ما يعني هو لأنه حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن كان من كان وبعد الإسلام، زي ما قال الخليفة عمر كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله، يعني لا عزة لهذه الدنيا لهذا المؤمن إلا بالإسلام، ترك الإسلام ما عندوش عزة مهما كان مهما تقلب يعني. فسيدنا بلال أرجع إلى فكرة وفلسفة الأذان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختط لنا قاعدة أو نظرية إعلامية، اللي هي يعني لا بد لمن يعمل في الإعلام ويقدم رسالة إعلامية وبمستوى الأذان، وتتبدى هذه وتمشي على كل الأطر والفروع بتاعة العمل الإعلامي، شرطة أن يكون ذات صوت ندي. الليلة في أي وزارة، في وزارة الإعلام، طبعا اليوم المعايير اختلت يعني ممكن دخلت فيها أشياء بالذات مع الإعلام المنفلت هذا التي لا تضبطه ضوابط، طبعا هنالك معايير أخرى، لكن برضو يظل الصوت هو يعني اليوم لا يمكن أن توظف مؤسسة إعلامية زول صوته ما جو ما يعني ما واضح، يعني عنده مشكلة في المخارج، عنده مشكلة في العناية، يعني لكي يصبح مذيع نشرات أخبار، يقرأ حاجات رسمية وما إلى ذلك. والأذان هو نشر بيان صحفي يومي، يعني بيان صحفي يتلى 5 مرات في اليوم. والصلاة عماد الدين، يجي لأهم ركن في أركان الإسلام الصلاة، لأنه إذا صلحت صلح سائر عمله،
وإذا فسدت فسد سائر عملي. الصلاة الركن الركين في الدين الإسلامي، وبغير صلاة والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والأحاديث يعرفها العلماء يعني. ولذلك في هذا الركن الركين سيدنا بلال بن رباح يعلن خمس أوقات في الحر والبرد والشمس والعوز والمجاعة والنعمة والتراجع والتقدم والمؤامرات في كل الأوضاع المختلفة للمسلمين، في ضعفهم وفي قوتهم فلذلك هذا شرف ما بعده شرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خدت لنا نظرية في الإعلام أن يكون صاحب الذي يؤدي الرسالة الإعلامية ذا صوت ندي. ومن هنا الذي يتقدم إلى وزارة الإعلام دار يعمل كمذيع ولا حاجة لابد أن يكون صوته مقبول. طبعا هنالك اشتراطات كثيرة يعني في مقاييس علم الأصوات وكده في أصوات تصلح للنشرات، في أصوات لبيانات، في أصوات برامج خفيفة، في أصوات لمقابلات كمان، وفي صحفيين لا يكتبون لا يتحدثون يعني. فأنا دائما عندما أتذكر سيدنا بلال بن رباح طوالي بتجي فيني النظرية الأولى التي اختطها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن النظريات الإسلامية الكبرى، وهي أن نتخير أصحاب الأصوات الجميلة في العمل الإعلامي اليوم الممارس، وأنا أتحدث كإعلامي في الفكرة الإعلامية. والإسلام دي واحدة من النظريات الإعلامية التي ثبتها الإسلام في دينه الحنيف. ووين؟ في الأذان اللي هو مرتبط بالصلاة. ولذلك أنا أقول إنه من هنا ينبغي علينا نحن الذين نعمل في الوسط الإعلامي، بالذات الإعلام المنضبط، أن نهتدي بذلك الهدي النبوي. وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف ذلك القرشي الصحابي الجليل يقول له علم بلال بن رباح ده ما دخل في حظيرة الإسلام فرفع شأنه، علموا الأذان. وكان ما كان سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أنا حبيت ألفت إنه بقول إنه هذا الدين الحنيف فيه كل شيء، وأنت في مجالك وأنت تقرأ القرآن تبحث في السير وسير الصحابة رضوان الله عليهم ستجد نفسك في هذا القرآن، لأن ربنا ما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء ده في الدين ده في الحياة موجود في القرآن الكريم. أرجع فأقول عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة بما طرحته في مسجد خالد بن الوليد في خطبة العيد. الإمام بارك الله فيه تحدث عن إشارات كده أنا شفت يعني كانت إشارات عميقة جدا، بمعنى إنه نحن في أيام العيد والأيام الثلاثة أيام التشريق نكبر بعد كل صلاة مفروضة، وهي الله أكبر، أو كما نرددها وأنا أتشرف أن أرددها يعني بأنغامها الجميلة يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وهكذا يعني هذه من السنن الجميلة في مجتمعنا الإريتري، وبرضه في المجتمع السوداني، وفي كل البلاد الإسلامية. ولكن في بعض البلاد يعني في يعني إسقاط بعض الكلمات الواردة هنا، ولكن الكل يكبر، ويعني يستحب بل أقرب إلى أن يكون واجبا على المسلم أن يكبر بعد كل صلاة في أيام التشريق الثلاث. الإمام حقيقة تحدث عن لماذا اختير، لماذا يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التكبيرات. وحقيقة يعني أنا لفت انتباهي، وفعلا كانت رؤية ثاقبة. يعني عندما تقول الله أكبر، وحتى الحاج برضه يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر يعني الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وتستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني عظمته ليس كمثله شيء طبعا في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لكن في الدنيا في كبار، حتى بتقول الدول الكبار، يعني مش بنسمع في الأخبار مجموعة 8 زائد حاجة وما بعرف شنو، ولا الدول اللي حق الفيتو في الأمم المتحدة، والدول المتغطرسة هذه وإمبراطوريات وكذا. طبعا في هذه الدنيا في كبار وصغار، فهؤلاء الكبار عند في مقاييس الدنيا دول عظمى. لما تقول دول عظمى معناها دول كبرى يعني، وفي دول صغيرة يعني. فلما تقول دول عظمى يعني بسطوة العسكرية والاقتصادية وهكذا، الآن العالم بتقوده كم محورين يعني. وأمام ذلك العالم الذي وحدين يقولوا نحن القوة الاقتصادية الكبرى، والثاني سياسية، وأساطيل هنا وهناك، وحروب يعني، فتقول الله أكبر، الله أكبر من كل هذا الذي يتبدى أمام الخلق. الله أكبر بالمناسبة يعني هذه كلمة كبيرة، وأنت لما تقول الله أكبر لا بد أن تستشعر أنه كل ما وراء ذلك فهو أصغر. يعني أنت خلاص قاعد تحكم حكم الله أكبر، ما عدا الله سبحانه وتعالى والحق فهو صغير. وسبحان الله يعني واحد كان يقول لنا لما تخش على المكاتب دار تقضي حاجة معينة، يعني موضوع كده شائك كده، وتخش على رجل يعني مسؤول، يعني مدير ولا أي حاجة يعني. فكان يقول لنا أحد الصالحين قول الله أكبر وأدخل عليهم، ولكن إيمانا ويقينا، لأنك والله أنت الرجل القاعد جوا، أنا وأنت عند الله واحد يعني، والله أكبر من أي شيء. وإذا ربنا أراد حتكون المسألة حيوقع عليك يعني توقيع ولا حاجة مثلا. وإذا قلت كبرت الله أكبر، الله أكبر، والله مهما كان الرجل أمامك هو وزير وتلفونات قدامه وتوقيعات ومع الوزير ومع الوزير وكذا بتاع، فإذا كبرت عن يقين وقلت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، دخلت، والله إن هذا الرجل الكبير يصغر أمامك، يصغر أمامك، وزول عادي جدا يعني، وأنت تكبر عنده. لكن لا بد تكون على يقين، ما تدخل عليه متغطرس، ولا تقول له كمان برضو، ما الحكمة ضالة المؤمن كمان، والمؤمن كيس فطن. إذا دخلت عليه وقلت له الله أكبر، الله أكبر، نعم هو طبعا إنسان يعني، وتحدث نفسه بالسوء وكده، فواحد ما يقبل ويقول لك إيش يا تقول الكبر الله أكبر. إذا لم يكن ذا بصيرة يقول لك نعم الله أكبر.
لكن إذا قالك يعني أنت تلعني ولا تقول لي إيش تدخل عليه كده، اطلع برا وكده، ممكن أقول لك. لكن تقولها في قلبك، وهو أضعف الإيمان طبعا، وأنت لست في خصومة معه. ولكن إذا قلت في قلبك على يقين وعن يقين أن الله أكبر منه، وما هو إلا أداة ويعني وسيلة، يعني ليس إلا يعني. أنت تكبر عنده وهو يصغر أمامك، لأنه الله سبحانه وتعالى يرفع قدرك، وهو ربنا سبحانه وتعالى يضع فيه، يعني يستجيب لأمرك ويستجيب لطلبك. وحقيقة والله أنا جربت كثير كثير يعني، وياما مرينا بمواقف كده وتحتاج إلى حاجة كده، ونحن أصلا شعب لا حول لنا ولا قوة، من مكان إلى مكان، ومن ورقة إلى ورقة، تغير مرة أنت تبقى كده وكده بتاع، وتحتاج إلى هذه الدنيا مكاتب دخلناها، وكما دخلوا علينا يعني من قبل، يعني دخلنا وكنا نحتاج إلى أشياء، ولا زلنا نحتاج إلى اليوم يعني. حتى البلاد الغريبة اللي نحن فيها اليوم محتاجين كذلك أن نسير أمورنا يعني. فتقول الله أكبر. عزيزي المشاهد، إذا ما قلت هذه الكلمة عن قناعة وعن إيمان، والله أي شيء قدامك بيصغر، والرجل اللي قدامك يبقى هناي مهما كان، وأنت تكبر يعني. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه عبارات والله فعلا يعني في هذه الأيام ليس هنالك أكبر من الله، ودائما طبعا. ولكن تأتي هذه المناسبات والنفحات الإيمانية لتجدد الإيمان في الناس. ويا من تعتقد أنه ممكن أمورك تحل عن طريق فلان، ومسائلك ممكن تحل عن وزير فلان الذي تؤمل عليه كثيرا، يصبح في يوم من الأيام في خبر كان، وتنقلب عليه الدنيا، والدنيا عبرة لمن يعتبر. وانظر إلى حولك اليوم أين اتجهت يعني. ولذلك في تحركاتك إذا كنت لا تراهن إلا على الله سبحانه وتعالى، دائما قل الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أحمد ربك سبحانه وتعالى على النعمة التي أنت فيها. ودائما نحن يعني نعم الله علينا كثير، ولكن دائما لأنه الإنسان يعني عشوق ما ليس في يده. لكن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي واحد فينا طبعا فينا بلاوي ومشاكل كثيرة يعني، وهذه هي الدنيا. ولو لم تكن الدنيا هكذا، إذا ما فيها ابتلاءات وفيها يعني فما قيمة الآخرة يعني، فما قيمة الدنيا الجنة يعني مثلا. لا بد أن تكون في ابتلاءات في هذه الدنيا، لندخل بعد ذلك إلى جنة ليس فيها، لا فيها فواتير، ولا فيها ملفات، ولا فيها مشاكل، ولا فيها لجوء، ولا فيها سياسة، ولا فيها غبن وحقد، ما فيها. فيها نعيم مقيم يعني، في على سرر متقابلين، في غرفات يعني، وغرفات. هو الجنة برضو إذا دار تعرف عزيزي المشاهد إنه الجنة دي فيها درجات، وفيها عمارات، غرفهم بعضها فوق بعض. دار اقرا القرآن الكريم، حتلاقي الدنيا دي الجنة دي فيها حاجات، وما بهرجة الدنيا دي إلا لنتخيل تلك الآخرة كيف تكون. فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. بالله تخيل هذه الدنيا، مش نحن بتبهرنا هذه المباهج. شوف مدينة جميلة ومنظمة وابتعاد، طوال ينبغي أن يسرح بك الإيمان وينقلك، تقول إذا كانت هذه الدنيا التي الدنيا في لحظات ممكن تتغير يعني. كل عام وأنتم بخير أعزائي وأحبابي الكرام، أينما كنتم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه محدثكم أحمد شريف. تحياتي وزملائي والطاقم الفني في قناة السلام الإعلامية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.